السلام عليكم حبايبي، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. اليوم جات معكم ماسك جديد اللي المفعول ديالو مبهر. هاد الماسك هذا بحال تهليف ارشيف ديال الجدات ديالنا، كيفاش كانوا كيتخلصوا من الكلف اللي كيكون عميق او قديم او جديد كما كان الحل ديالهم، كيفاش كيتخلصوا من البقع الداكنه، كيفاش كيفتحوا البشره ديالهم، كيتخلصوا من النمش. هاد الماسك هذا المفعول ديالو مضمون مليون في المئة. تبعوا معايا الطريقة ديال التحضير وايضا طريقة الاستعمال. ما تنساوش تدعموني باللايك والتعليق المحفز كما العادة، اشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد حصري. هاد الماسك هذا ديال الوداع والحامض اولا الليمون. اول شيء كنمشيو عند العطار كنشريو الوديعات هيدا اولا مطحونين. انا كنصحكم تاخذوهم هكذا باش كيكون مضمون من 100% ان الوداع حقيقي غير مغشوش. والحامض عادي كما كتعرفوه. هاد الجوج المكونات فقط. المهم الخطوه الاولى هي غادي نطحنوا هاد الوداع هذا اما في آلة كهربائيه اللي كنطحنوا فيها التوابل، اما اذا عندنا المهراس اولا الدقاقه اللي كتدقوا بها التوابل غادي تدقوه فهو كيتدق بحال التوابل. خليكم معايا غادي نطحنوا ان شاء الله وغادي نكمل معكم المراحل. كما كتشوفوا نزلت هاد الوديعات هادو في المطحنه الكهربائيه، غادي نطحنوا مزيان ونغربلهم ونرجع معكم. كما كتشوفوا هو تطحن لي شويه. مهم هاد الاله كطحنوا هو تطحن لي شويه، غادي نغربل ومن بعد نزيد نطحن اولا نكمل الطحين ديالو بهذه الطريقه هذه. هو كيطلق واحد الريحه، هذيك غير الريحه ديالو. غير كملوا متخافوش، فهو راه تبدا غير كيتهرس. كما كتشوفوا انا زيت طحنته. دابا تقريبا ولا بودره. غادي نغربلو كما كتشوفوا كيفاش ولا بودره. انا كنصور معكم المراحل بالضبط وبالتفاصيل باش هكذا تعرفوا الطريقه كيفاش كيتطحن، هكذا كتحصلوا على الوداع نقي ويعني وسليم 100%، ماشي مغشوش. كما كتشوفوا دابا عملت هنايا غير واحد الكميه، غادي نغربلو هكذا خصو يولي بودره بحال البوربو هكذا. غادي نكمل هاد العمليه التغربيل ديالو وغادي نرجع معكم. كما كتشوفوا هنا انا طحنته مزيان غربلته، ضروري ما تغربلوه. شوفوا شني بقى لي هنايا، هذه البواقي اللي بقات ملي غربلته. هاد البواقي اذا بقات ممكن تجرح لكم البشره ديالكم، لهذا ضروري كنغربلوه في هاد الغربه اللي يكون العينين ديالو صغار رقيق مره، يعني رقيق مره في صفيد القهوه ولا شي حاجه بحال هيدا. المهم كنحصلوا على هاد البودره هذه بحال البوربو. ها هي شوفوا كيفاش رطبه كتولي. بالنسبه للكميه انا خديت هاد الوديعات هادو قلت له اعمل لي 20 درهم. 20 درهم عطاتني هاد الكميه هذه تبارك الله ما شاء الله، يعني كيخرج. في كل استعمال كتستعملوا غير معلقه صغيره بحال هذه وكتزيدوا عليها الحامض وكتطبقوها على المناطق اللي بغيتو تبيضوها ولا فيها المشكل، مثلا الكلاف ولا النماش ولا من داكشي اللي ذكرت سابقا. المهم دابا غادي ندوزو للمرحله كيفاش الطريقه كيفاش نستعملوها. المهم هذه هي المرحله المهمه كنأكد عليها، من الاحسن تشريوه وطحنوه على يدكم باش كتعرفوا شنو كتستعملوا وباش يعطيكم نتيجه يعني مضمونه. انا غادي نجرب معكم الطريقه اللي استعملت انا باش تعطيني مفعول فوري. المهم كناخذ شويه منه الوداع، غادي ننزلو على المنطقه اللي فيها بزاف، اللي فيها يعني كتكون متضرره بالكلف ولا بالنماش ولا بالبقع السوداء، وغادي نقطر عليها الحامض. شوفوا كيفاش كيتفاعل، شوفوا كيفاش كيبقى يتفاعل. شوفوا كيفاش كيبقى يتفاعل كيتفاعل كيتفاعل.
انا كنقرب الكاميرا باش كتشوفوا التفاصيل مزيان. كيعمل بحال الخميره الفوريه، الخميره اللي كنعملوا بها الحلويات بحال هكذاك. وشويه كتبقى تحس بشويه السخانه في يدك، ديك السخانه ما تخافوش منها. انا هذه الطريقه اللي طبقتها وعطاتني مفعول فوري. اما الطريقه المعتمده هي كيخلطوها مباشره، كيخلطوها مباشره في يعني في الاناء، ومن بعد عاد كيعملوا هاد الخليط كيطبقوه على المكان اللي بغاو يبيضوه. كما كتشوفوا هيا كيفاش باقا هذا كنحس بشويه السخانه في يدي. شوفوا سبحان الله العظيم، المكان اللي عملت فيه والله العظيم بياض، يعني عطى واحد، بقى لي بحال الطابع تما د البيوضه. مباشره كيبان اكثر، الكاميرا ما كتعطيش الحق ديالها في التصوير، ولكن مباشره والله العظيم كاين طابع ابيض تما، يعني مفتوح اللون على المناطق الاخرى فين وضعت داك الخليط هذاك. كنتمنى تجربوا هاد الماسك هذا، وان شاء الله ترحموا لي الوالدين ديالي عليه. المهم ملي غتطبقوا هاد الماسك هذا ما تنساوش كتخليوه لمده من نصف ساعه الى ساعه، وكل ما خليتوه بزاف فهو مزيان. من بعد كتغسلوا وجهكم عادي، وكتعملوا زيت مرطب، اما زيت اركان، اما زيت زيتون بدون ملح، اما زيت اللوز، كترطبوا به وجهكم باش هكذا، لان الحامض كينشف نتوما كتعرفوا الحامض كينشف، لهذا ضروري من الترطيب. اذا ما كانش متوفر هاد الزيوت هذه فممكن تستعملوا الكريمات المرطبه اللي نتوما كتعملوها، اللي يعني اللوشن اللي كتستعملوا نتوما اليومي ديالكم. يلا بصحه والراحه، ما تنساوش اللايك والاشتراك باش يوصلكم كل جديد.